السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في سهل ورخيص وبنين. اليوم غادي ندير واحد الوصفة ديال الجبن الماسكربون. الجبن الماسكربون شحال من مرة كنبغيو نستعملوه، وإما ما كنلقاوش في المحلات التجارية إما كنلقاوه غالي. جبت واحد الوصفة باش نصايبوه في البيت. غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب الكامل الدسم، وغادي نحتاجو 200 مليلتر من القشطه الطريه، وغادي نحتاجو الحامضه، ليمونه حامضه صغيره او نصف. انا عندي هذه كبيره، غادي ناخذ النصف ديالها. ندوزو للطريقه. غادي ناخذو نصف لتر من الحليب، وغادي نزيدو عليه 200 مليلتر من القشطه الطريه، هي 700 في المجموع. وفوق النار غادي نخويو هذا الحليب مع القشطه الطريه، وغادي نخليوهم يسخنوا، ما يوصلوش لدرجه الغليان. غنبقاو نحركوهم مره حتى يقربوا يغليو، وديك الساعه غادي نزيدو عليهم العصير ليمونه حامضه. كيف شفتوا معايا الحليب بدا كيسخن ولكن ما وصلش لدرجه الغليان. دابا غادي نخوي عليه العصير الحامض، غادي نطفي عليه البوطه وغادي نبقى نحركو مزيان حتى يتعزل ليا الماء بوحدو، ويبقى ليا اللي بحال الجبن بوحدو، على شكل الجبن بحال اللي غادي تقطع ليا الكريمه. شوفوا بدا كيتقال، شوفوا الشكل ديالو كيولى بحال هكا. معايا انا غادي نصفيه غير بشويه، غنبقى نهزو غير بالمغرفه وغادي نصفيه غير بشويه. حتى نكمل الكميه ديالي كامله. انا غنخلي الجبن ديالي يتصفى هكا ليله كامله وهو كيتصفى، تيقطر من الماء ديالو كله، ومن بعد غادي ندخلو للثلاجه باش يتشد شويه راسو. وهكذا غادي يكون هذا هو الجبن ديال الماسكاربون اللي حنايا البارح خليناه كيقطر من الماء. شفتوا الماء اللي خرج؟ هذا الماء هذا ماشي مرميوش، هذا الماء هذا كيصلح للتجميل، وانا كتمسحي به وجهك كيعطي واحد البشره رائعه. وحتى الا بغينا نعجنوا به الخبز كيعطي داك الخبز بالحليب، كيعطي الخبز زوين بزاف. هذا هو الماسكاربون. انا غادي نديروه في واحد البواطه ومن بعد نشوفوا كيف ديالنا. من بعد ما حيدناه من هذاك المنديل اللي كان كيقطر فيه، انا غادي ندير فيه شويه ديال الملح، وهذا كيبقى اختياري على حسب كل واحد اللي كيعجبو مالح. انا كيعجبني ندير فيه الملحه، وهذا ممكن نستعملوه، ممكن نديرو فيه تيراميسو، ممكن ناكلوه بحال هكا في الخبز، على حسب كل واحد تيديروا به بزاف ديال الحلويات و تيطلع في الثمن ديالو تيكون هذا ارخص. بالنسبه للكميه اللي درت انا خرجت ليا 200 غرام ديال الجبن ديال الماسكاربون. على فكره كيف قلت لكم بالنسبه للماء فهو ماشي بالضروره غادي ممكن اننا نستعملوه، اما كي قلت لكم بالنسبه للتجميل ديال اننا نديروه بالنسبه للوجه ديالنا، فهو كيعطي واحد البشره رائعه. وفي نفس الوقت نقدروا نستعملوه بزاف ديال الحوايج، ممكن اننا نصايبوا به الريب، او ممكن اننا نصايبوا به نديروا به الخبز بالحليب حتى هو تيجي رائع. المهم هذه هي الفكره ديال الماسكاربون، نتمنى تكون عجبتكم الفكره، وما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء.